طب انت عارف بطولات الزمالك من سنة 90 ل 95 كانوا كام بطولة في الدوري؟ انا عايز اقول لك من سنة 90 ل 95 كان في 4 دوريات، منهم واحد اتلغى بتاع 90 91 ده اتلغى، بعد كده كان في 4 دوريات. الاهلي اخد 2 والزمالك اخد 2. عارف سكواد الزمالك كان مين؟ محمد حلمي واسماعيل يونس وايمن يونس وحازم امام وطارق يحيى واحمد رمزي وجمال عبد الحميد. فريق احلام، كانوا مسمينه فريق الاحلام، جبار. ومع ذلك تساوى مع الاهلي في عدد البطولات، بطولتين قصاد بطولتين. تمام. بعد كده من سنة 95 لسنة 2000، والله ما هتصدق، مش هتصدق الرقم. للناس اللي مش عارفة يعني او اللي مش معاصرة، وانا من الناس ديت، لكن انا قريت عن الفترة ديت وسمعت عنها. انت عارف كان عدد بطولات الاهلي كام من 95 ل 2000، وعدد بطولات الزمالك كام، وسكواد الزمالك كان مين؟ الاهلي اخد 5 بطولات ورا بعض من 95 ل 2000. الاهلي بياخدوا بطولة، الزمالك ما اخدش ولا بطولة. عارف سكواد الزمالك كان مين؟ الزمالك كان عنده عبد الحليم علي وطارق السعيد وحسام حسن وابراهيم حسن وعبد الجليل وجمال حمزة وزوفة من اللعيبة، نجوم جبارة في الفترة ديت. ما قدرش ياخد ولا بطولة دوري واحدة، ولا بطولة واحدة قدر ياخدها. واحنا قلنا ان المداخيل في الفترة ديت كانت قريبة جدا من انت اوريدي عندك سكواد، يعني انت اوريدي عندك سكواد جبار، ما انتش محتاج اصلا مداخيل عشان خاطر تجيب بطولات. وعلى فكره عشان ما حدش يجي يكذب ويقول لك لا اصل والله المداخيل اللعيبه كانت عايزه تمشي او ما بتاخدش فلوس كفايه، يعني بغض النظر ان ما كانش لسه الاحتراف فتح بالشكل اللي احنا شايفينه واللعيبه كان ممكن تمشي بسهوله. لكن يا عزيزي انت حافظت على السكواد ده ل5 سنين تاني قدام، من 2000 ل 2005 اغلب السكواد ده انت كنت محافظ عليه. فما تكذبش وتقول السكواد ما كانش ايه، السكواد كان قاعد معاك ومستقر وما عندكش اي اكسكيوزز ان انت ما تحصلش على بطولات. 5 سنين ما خدتش ولا بطوله فيهم، والاهلي خد ال5 بطولات بتوع ال5 سنين دول، وانت سكوادك كان جبار في الفتره ديت. تمام. اللي هي الفتره ديت كان فيها مداخيل نادي الزمالك من 2 ل 4 مليون والنادي الاهلي من 3 ل 6 مليون، اللي هي من 95 لحد 99 او لحد 2000. تعال نشوف بقى ايه اللي حصل من 2000 ل 2005. من 2000 ل 2005 ده اعتقد يعني اغلب الناس اللي بتسمع الفيديو وحتى الشباب الصغيره اللي ما لحقتش الفتره ديت، ودي كانت اكتر فتره انا انترستد بيها في الكوره وكنت حاضرها كويس جدا. سكواد الزمالك كان مرعب مرعب مرعب، في حين سكواد الاهلي كان ضعيف جدا جدا من 2000 ل 2005. لذلك الاهلي اتجه بسرعه وحاول ان هو يصلح ويعمل سكواد كبير جدا بتاع 2005 2006 اللي انتوا سمعتوه طبعا، اغلبنا شافوا اللي هو السكواد التاريخي للنادي الاهلي. الزمالك في وقتها كان عنده جمال حمزه وحسام حسن وابراهيم حسن وعبد الحليم علي. انت شفت اصلا، انت شايف اصلا بتتكلم في 3 مهاجمين جبارين، حسام وعبد الحليم وجمال حمزه. يا نهار ابيض. حازم الامام، بشير التابعي، وائل أباني، طارق السعيد، طارق السيد، محمد ابو العلا. يا نهار ابيض على السكواد اللي كان موجود مع الزمالك. دونجا. يا نهار ابيض، كان سكواد جبار. ايه اقصى حاجه قدر ان هو يحققها الزمالك مع السكواد ده؟ خد من ال5 بطولات دوري 3 بطولات، والاهلي خد بطوله والاسماعيلي خد بطوله واتغلب 6-1. عديت انجازات الزمالك في ال5 سنين ده، اللي عنده سكواد قد الاهلي 5-6 مرات في القوه، ومحافظ على ناس منهم من 95 من التسعينات. يعني محدش فيهم عايز يمشي، محدش فيهم بيتمرد على النادي، مفيش الكلام ده كله. واستقرار اداري وكمال درويش الراجل المحترم موجود، ومعاه مرتضى منصور، والدنيا زي الفل. اتغلبوا 6-1 من الاهلي، خدوا 3 بطولات دوري، والاهلي خد 1 والاسماعيلي ولاد عمهم خد 1. فهنا يا عزيزي المشاهد يبين لك الفرق في المنتاليتي ما بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ. نيجي بقى للنقطة الأساسية اللي احنا كنا بنتكلم فيها النهاردة، وهي ليه نخبة نادي الزمالك اللي بتشمل الإعلاميين واللاعبين السابقين والصحفيين وبعض البلوجرز بيتجهوا للكذب والتدليس والتشكيك في النادي الأهلي بناء على السرد التاريخي اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. هتلاحظوا معايا الناس القديمة اللي فوق ال30
او اللي بتقارب ال30 هتلاحظ معايا نقطة مهمة جدا. ايه هي النقطة ديت؟ ان لحد سنة 2005 2006 ما كانش حد بيسمع قوي الشكاوي الزملكاوية اللي بتحصل حاليا على الساحة. يعني لحد عام 2005 2004 كده ما كنتش هتطلع تلاقي ان حد بيشكك في التحكيم ومحدش بيتكلم اصلا ولا بيجيب سيره نادي القرن ولا حد بيشكك في بطولات النادي الاهلي ولا عقود الرعايه ولا لا لا لا. كانوا راضيين والدنيا زبادي خلاط، والاهلي خد نادي القرن الافريقي وراح كمال درويش بعت باقة ورد وبارك للنادي الاهلي والدنيا كانت زي الفل. ايه اللي حصل؟ بعد ما حصل الجاب الكبير جدا في البطولات ما بين الاهلي والزمالك في 2006 وبدأ الاهلي يعمل فريق احلام فعلي مش اسما بس، ويقدر ان هو يحصد بيه عدد كبير جدا من البطولات، وبدأت عقود الرعاية ترتفع جدا بالنسبة للنادي الاهلي ويحصل على مداخيل عالية جدا ويوصل للعالمية وكاس العالم للأندية. وبدأ يجي يظهر معانا السوشيال ميديا على بسيط كده من 2010، بدأ يكون موجود فيه فيسبوك، يوتيوب على استحياء ما بين 2005 2010. بعد كده انطلق اليوتيوب، بدأت تطلع بعض الأصوات الزملكاوية من جمهور الزمالك المحترم اللي بيفهم، تتساءل وتحط نخبة نادي الزمالك أمام تساؤلات تاريخية ومحاكمة تاريخية. لاعبين وإداري وصحفي نادي الزمالك أصبحوا أمام محاكمة تاريخية مع جمهورهم. المحاكمة التاريخية ديت ايه كانت اسئلتها او بنودها؟ ايه سبب الفرق الواسع جدا والجاب الواسع جدا ما بين الاهلي والزمالك في عدد البطولات وفي المداخيل؟ وليه انتوا قصرتوا من 95 ل 2000 ما خدتوش ولا بطولة، رغم ان احنا كان عندنا فريق احلام وعندنا استقرار اداري وعندنا مداخيل قريبة جدا ما بين الاهلي والزمالك وعندنا فريق عالي جدا؟ فايه السبب ان انت ما تحصلش على ولا بطولة؟ ايه السبب ان انت في وقت ما كان عندك سكواد الاحلام وسكواد الاهلي واقع وسكواد الاهلي لا يرقى لان هو ينافس على البطولات المحلية ولا الافريقية، كان نادي الزمالك بيحصل على 3 بطولات دوري في مقابل الاهلي بطولة والاسماعيلي بطولة؟ ليه نفرق في بطولتين دوري اصلا في ال5 بطولات دولت؟ ليه سنة 90 ل 95 النادي الزمالك يحصل على عدد بطولات قد النادي الاهلي 2 و2؟ ليه من 2005 ل 2010 الاهلي بيحصل على 5 بطولات دوري وبيسيطر على القارة الافريقية والبطولات المحلية ونادي الزمالك مش موجود في الصورة رغم نفس السكواد فريق الاحلام ده كان موجود؟ حازم امام كان موجود وعبد الحليم علي كان موجود وجمال حمزه كان موجود وانضم لهم عمرو زكي وبعد 2006 وكان موجود ابو العلا وكان موجود بشير التبعي رجع من تركيا كان كل وعبد الواحد السيد، كل السكواد الجبار ده كان موجود من 2006 عشان خاطر بس الناس تبقى واضحه. فرقه الزمالك ما كانتش ضعيفه فريق الزمالك ما كانش ضعيف، فريق الزمالك كان قوي جدا من 2006 لحد 2010. تمام، كان اسماء قويه لكن ما قدرش ان هو يحصل على اي بطولات. الاهلي كان دايس على وشه في الفتره ديت، فاصبحوا امام تساؤلات تاريخيه. طب انت يا حبيبي لما نرجع لفتره التسعينات هتلاقي ان المداخيل متقاربه جدا، تلاقي ان سكواد الاهلي في فترات كبيره سكواد الزمالك في فترات كبيره كان اعلى كمان من سكواد الاهلي. ايه بقى السبب؟ فاصبح هناك معضله لنخبة نادي الزمالك ان هي مش قادرة ترد على جمهورها، وهنا ابتدوا ان هم يطلعوا بالسرد التاريخي عن المظلومية وفكرة المظلومية. اول حاجة طبعا مش كل الناس مطلعة على السرد التاريخي اللي انا حكيته، اغلب الشباب الصغيرة كمان مش عارفينه، فاصبحوا بينفضوا عن نفسهم هذه التهم عن طريق التشكيك في بطولات النادي الاهلي. جماعة احنا كان عندنا سكواد قوي، اللي ما يعرفش ان المداخيل كانت قريبه فلا لا لا احنا المداخيل كانت بعيده جدا عن بعضها، احنا الاهلي كان بياخد اكتر بكتير، كذب. واللي هيكشفهم ويعرف ان المداخيل كانت قريبه جدا من بعضها هيقولوا لا اصل هو الاهلي كان بيتجامل من الحكام. وتعالى نشوف جون حسن شحاته اللي اتلغى، ورغم ان الاهلي امام الزمالك اتلغى له 5000 جون ما حدش عارف سببهم يعني. تمام. الاهلي حصل على بطولة نادي القرن، حرام، احنا ما كناش نعرف موضوع النقط، احنا واخدين بطولات اكبر.
فاحنا ده دليل اهو يا جماعه قاطع ان الزمالك كان بيتظلم فما خدش بطولات. اصل احنا النادي الاهلي مداخيله كانت حسن حمدي في الاهرام، فالمداخيل كانت ما بين الاهلي والزمالك فروقات واسعه جدا، ما كناش عارفين نجيب لعيبه، اللي هم من 1990 لحد 2010 عندهم سكوادات 3 أو 4 اجيال جبارين، بس لا ما كناش عارفين نجيب لعيبه، كان سكوادنا ضعيف، كان الاهلي عمال يشتري في مش عارف مين ومين ومين. هم جابوا بس الفتره اللي الاهلي عمل فيها تعديل اوضاع من 2005 لحد 2012، وجاب ابو تريكه وجاب عماد متعب وطلع صعد عماد متعب وجاب عماد النحاس وجاب وائل جمعه وعمل السكواد التاريخي ده، فهو بيستدلل بيه ان او بيستشهد بيه ان الاهلي كان عنده قادر ان هو يشتري لعيبه. طب قبل كده حبيبي، طب انت في الفتره دي ما انت كان عندك لعيبه، ده انت اشتريت اجوجو بتمن لعيبه الاهلي كلها اللي ضحكت عليه وخنته بعد ما مات وبرضه ما رضيتش يديله فلوسه يا نصاب. وهنعمل حلقه لوحدها كده عن نصب الزمالك في الفيفا هناك، قضاياكم هناك على اللعيبه. فده كان سرد تاريخي، فيديو تاريخي، ارجوكم احتفظوا بيه، ارجوكم اعملوا شير للفيديو، اعمل سبسكرايب، اعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين وغزه وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.